فيلم اسمه ابراهيم الابيض، كان مخرج مروان حامد. فعملت مشهد بنط من الدور السابع وواير وبتاع وانط واعمل وبتاع وايه، وتألقت فشالوا اللقطه عشان انا تألقت. إلا ما شفناك تألق يعني، عمال بتشاور بالعصاية كأنك ضابط مرور طبق الأصل دورك في فيلم الشبح، وبعدين بتنط بواير. إيه الشقاوة في كده وإيه الخطورة في كده؟ في البداية ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل الجرس عشان تشوف نظريات وحلقات أكتر وأفضل في المستقبل إن شاء الله. ويلا بينا نبدأ. فيلم إبراهيم الأبيض، الفيلم الأقرب للملحمات الإغريقية. إبراهيم بيحب حورية، وأبو حورية قتل أبو إبراهيم، وإبراهيم أخد حق أبوه من أبو حورية وهرب وبقى بلطجي. وبعدين في يوم بيتاخد من إبراهيم شيء، فبيروح يجيب الشيء ده من اللي خده في قلب منطقة الزرازير، المنطقة اللي بيحكمها عبد الملك زرزور وبيسكن فيها حورية. وعبد الملك بيعجب بقدرات إبراهيم فبيشغله معاه، وبعدها إبراهيم بيحب حورية من جديد، في حين إن عبد الملك مهووس بحورية اللي قد عياله بس مش قادر يطولها. فبيعادي إبراهيم بسببها وبيتحبس إبراهيم، وبيخرج يلاقي حورية اتجوزت عبد الملك، وبيتقلب إبراهيم على عبد الملك، وعبد الملك بيجند عشري صاحب إبراهيم ودراعه اليمين علشان يسلمه ليه. وبيحصل وبعلم حورية وتدبيرها لأنها مبيتة نية الانتقام لأبوها من إبراهيم، ولكن عشري وحورية بيضعفوا ناحية إبراهيم في النهاية، فبيصفيهم عبد الملك لأنهم بيكونوا فاكرين إن عبد الملك هيعلم عليه بس مش هيموته. مبدئيا خليني أقول لك إن أوسع شخصية في فيلم إبراهيم الأبيض مش عبد الملك ولا عشري ولا إبراهيم ولا حتى سيد شيبة، إنما هي حورية، وهتعرف ليه بعد شوية. عبد الملك زرزور السن 78 سنة، غير مسجل، مش مسجل خطر بقى، غير مسجل، خطر على الأمن، ظبط في كذا قضية مش عارف ايه ودعارة وجلب ومخدرات ولم يثبت عليه شيء. اعتقل 3 مرات واخلى سبيله. النظرية بتقول إن عبد الملك زرزور مصاب بجنون العظمة، لكنه واعي وغير منفصل عن الواقع، يعني عاقل تماما، إنما مصاب باضطراب الشخصية النرجسية، الاضطراب اللي تقريبا مستحوذ على 3/4 الشخصيات اللي بنناقشها في القناة. نرجسية عبد الملك جرعتها مكثفة جدا ومضاعفة لأنها أسبابها كتير، منها التقدم في السن. مع التقدم في العمر ممكن يحصل تيبس نفسي وفكري. العجوز ما بيتقبلش النقد والاختلاف وبيتمسك برأيه وقناعاته اللي اتكونت في سنين. وكمان انخفاض الدوبامين أحيانا بيخلي الشخص محتاج يحس بالسيطرة والتميز عشان يعوض مشاعر فقد السيطرة أو الخوف من الضعف. كمان الشخص الكبير في السن فقد جماله وجاذبيته وقوته البدنية، فبناء عليه بيعوض ده بالسيطرة اللفظية أو النفسية، وده ممكن يتحول لنرجسية أو تعالي على الجيل الأصغر. بعض كبار السن كمان اتربوا على فكرة إن الكبير له الهيبة المطلقة، وبعضهم عاش فترات كان فيها موجود في مركز قوة فصعب عليه يتنازل. وده عبد الملك زرزور اللي ملوش اسم في الحكومة ولا مسجل، اللي عارف الحكومة فرد، اللي تاريخه في الجرائم متنوع ومتعدد وخبراته ما تتعدش، فبيثبت قيمته من خلال فرض الرأي أو التعالي. الشيخوخة كمان بتخلي الشخص يحس إنه بقى غير مرن، فبعضهم بيلجأ للنرجسية أو جنون العظمة كوسيلة دفاعية ضد الإحساس بالإهمال. وسبب تاني لنرجسية عبد الملك زرزور هو الشعور بالنقص اللي بيحاول يداريه. كتير من اضطرابات النرجسية بتنشأ من شعور داخلي بعدم الكفاية، فبيولد نرجسية تعويضية. الشخص مش قادر يواجه ضعفه فبيلبس قناع القوة والعظمة. وده يخليني أسألك سؤال، ما سألتش نفسك ليه ولاد عبد الملك زرزور كلهم مش شبهه؟ النظرية بتقول إن عبد الملك زرزور اتصاب بمرض التهاب البروستاتا المزمن البكتيري مع انسداد القنوات المنوية من وهو في سن 27 بعد ما اتجوز على طول، وبناء عليه ما قدرش يخلف، واتبنى العيال دول من الشارع علشان يكونوا ظهره ويساعدوه في الشغل. وده يفسر ليه هو ما كانش متعاطف مع الجرحي وبيعامله كأنه غريب. وكمان يفسر هو ما اتجوزش ليه غير حورية بعد ما موت مراته لما عيرته بعجز. ايوه، ما هو موت مراته بس مش موضوعنا دلوقتي، بلاش نتكلم في الاعراض. مرض عبد الملك ده اللي سبب له عجز جنسي شبه كامل يفسر ليه هو وافق بسهولة بعد العمر ده كله حب لحورية انه ما يلمسها، لانه عارف انه ما عندوش القدرة على ده وكلها تمنيات. عبد الملك كان عارف ان السيناريو ده هيحصل حتى لو حورية وافقت عليه من 20 سنة، كان عارف انها مش هتطلب منه يلمسها ولا هو هيلمسها، ولكن كان لازم يمثل قدامها ويقول لها الا برضاكي والا بشوقك. وفي الحقيقه ان لو حوريه رضيت كان هو اللي هيتحرج احراج مش لطيف. نرجسيه عبد الملك المركبه المتكونه من طبقات واسباب فوق بعض ما ذكرناش منهم غير 2 بس، كان ليها نقطه ضعف ومفتاح واحد وهو حبه الحوريه. حوريه في البدايه وهي صغيره كانت بتمثل له مصدر التقدير والانبهار. النرجسي بيحب الناس اللي بتعكس له صورته العظيمه، بس احيانا بيظهر شخص واحد محدد بيكون المرايه السحريه بتاعته وهي حوريه. لو المرايه دي اتكسرت عن طريق انها ترفضه اكتر من مره، بناء عليه عبد الملك بينهار ويتعلق بيها تعلق مرضي، وبيحاول يعمل اي حاجه يسترجع بيها اعجابها او وجودها. حتى لو انكر ده بيفضل جواه خوف هستيري من فقدان الشخص ده لانه بيمثل له مرآة الانا العظمى. غير كمان الاحتياج العاطفي المدفون. رغم نرجسيه عبد الملك زرزور الا انه عنده احتياج داخلي
داخلي كبير لحب معين أو أمان، لكن مش بيعرف يطلبه. فلو ظهر له شخص بيعرف يلمس النقطة دي ممكن يتعلق بيه وبشدة. وحورية عرفت تلعب على النقطة دي وتستغل دلالها عليه وتتحكم فيه عن طريق تهديدها ليه طول الوقت بهروبها منه. وبالفعل عبد الملك كان بيدبل وبينطفي لما بتختفي، ويفرح زي الطفل لما بترجع، وهو مدرك قد ايه هو بيهين نرجسيته من جواه وكأنه مدمن مش مستغني عن المادة. حب عبد الملك لحورية أخذ مراحل كتير. الأولى كانت الحب الصادق المشوه الممزوج بانبهارها بيه اللي بيغذيه لفترة قصيرة، واحتياجه العاطفي وقناعاته الغير سوية عن إنه بيربيها على إيده من سن صغير. وبعدها بيتحول الحب ده لحب ممزوج بأنانية ورغبة في الامتلاك، فبيقضي على كل اللي بيتقدم لها بسبب رفضها ليه اللي بيزيد تعلقه بيها أكتر. ثم بعدها بيتحول لتعلق مرضي مع أقصى درجات الحب كأنه إدمان. وبعدها بيتبخر الحب والتعلق ده وبيتحرر عبد الملك، بيزهق من رفضها وكرهها ليه وحبها لإبراهيم وبيقتلها. النظرية بتقول إن عبد الملك زرزور عاش 5 سنين كمان يعتزل فيهم كل حاجة، التجارة والظهور بين الناس والغرور والتعالي، لدرجة إن الناس بقت تقول عنه اتجنن وخاب في أواخر أيام علشان تتهد أسطورة عبد الملك زرزور ويبقى كأنه ما كانش موجود من البداية. على الجانب الآخر لو اتكلمنا عن عشري سريعا فهقول لك إن عشري إنسان مشوه ملخبط مش عارف هو عايز إيه، بس سمته الأساسية كانت الاندفاع والتسرع، والمحرك الأساسي بتاع اندفاع عشري وتهوره ودناءته كانت المخدرات. عشري كان دايما في صراع بين أفعاله ونتائجها، يعمل الغلط ويندم عليه، دماغه المندفعة تحسب القرار غلط وفي النهاية يلبسه حيطه. عشري خان إبراهيم مرتين، الأولى لما حاول يعتدي على حورية وزي ما قلنا كان المحرك الأساسي له هو البرشام، كان في محرك تاني له وهو إنه زهق من إحساس التبعية. إبراهيم في السجن يعني هو حاسس إنه حر، محدش ربطه بسلسلة وراه ومأيد حركة، محدش مخليه مجرد مساعد، فغصب عنه حس إنه حر ومش تابع وصوته من دماغه ومفيش حد عاقل رقيب عليه. والمشاعر دي بعدها بيتكون لعشري مبررات منفصلة لاعتدائه على حورية، زي إنها ما عادش حد بيحبها لا الزرازير ولا إبراهيم لأنها سجنته انتقاما لأبوها، فبالتالي إبراهيم مش هيلومه لو عرف باللي حصل. النظرية بتقول كمان إن كان في مبرر تاني وهو إن عشري كده بينتقم لإبراهيم من حورية اللي سجنته. طبعا مبرر كذاب كان بيتردد في دماغ عشري علشان يطمن نفسه ويريح ضميره السكران. عشري خوفه على نفسه كان بيكبر كل يوم مع غياب إبراهيم، ومش خوفه على نفسه بس إنما خوف في المطلق، خوف من رد فعل إبراهيم وخوف على زعل إبراهيم. وطبعا اندفاع عشري خلاه حس إنه كده كده خان إبراهيم مرة، فده سهل إنه يخونه تاني طالما كده كده ممكن يعرف المرة الأولانية، أو طالما كده كده عملناها مرة أولى. زائد كمان تهديدات حورية ليه إنها تقول لإبراهيم إنه اعتدى عليها وتهديداتها لعشري بالزرازير. بس الثابت إن عشري وحورية ما كانوش يعرفوا إن إبراهيم هيموت، وأمل إن عبد الملك هيرحمه كان مطمنهم شوية من ناحية الخيانة. حورية دي وسخة وساخة يا أخي، طالما إبراهيم مش هيموت نفشخه خيانة، نركب وندلدل رجلينا، نستغل أكبر راس ونهدده ونطمع في خيره اللي هو عبد الملك طبعا، نلعب على كل الحبال، يعني حاجة قرف. عبد الملك انتقامه من الكل كان انتقام عبقري عن طريق إنه بعت حورية بالفلوس لعشري كأنها صبي من صبيانه، فتجنن عشري يخون إبراهيم وتبقى هي كمان خانت إبراهيم، تبقى عملت موقف بيتقلل من نفسها فيه كمية خطايا كومبو بتخطيط من عبد الملك. إبراهيم كان مصدق خيانة عشري بس كان منكر لآخر لحظة وبيتمنى العكس. النظرية بتقول إن إبراهيم صمم يروح القهوة مع عشري علشان لو في خيانة يبقى أقام الحجة على عشري وشيله ذنب الخيانة، رغم إنه عشري اعترف مرة أولى وإبراهيم اتجاهل. إبراهيم اللي غلطان كأنه كسبان نفسه في كيس شيبسي مش باقي على الدنيا، بيجازف بحياته. أحمد السقا بقى هتقول إيه؟ إبراهيم حب حورية وما طلش، حورية حبته وما طلتش، وعبد الملك حب حورية وما طلش، وعشري ما حبش لأنه عارف إنه كده كده مش هيطول. بس رغم كل ده عشري وحورية ندموا وجريوا على إبراهيم ودفعوا الثمن أرواحهم، وإبراهيم سامحهم. يعني النهاية سعيدة يا عم، فرفش كده صباح الفل. وفي النهاية ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب والجرس علشان يوصلك نظريات أكتر، وسلام. عشري كان إبراهيم كانوا جد وإحساس بالحنين، طرفنا في الأرض ما مصيبة تعمل حنين، انت تصوحوا مصكم انك مدعوم انك بتدفع معاه حرية اديته فتحتي وده فجأة تابته يتخضر يكشف معنا فتحي فرشته. عارف ان ده ضرر ومش مقتنع وبيبارك هذا الضرر.